بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. بعض الأمهات بترفض إنها تعترف بحقية أبنائها في اتخاذ قراراتهم لوحدهم، خصوصا لما بيوصلوا لسن معين، وبتفرض عليهم إنها تكون متدخلة في حياتهم تدخل شديد جدا في كل التفاصيل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. تعطي نفسها الحق إنها هي اللي بتعطي الرأي في كل شيء، هي اللي بتاخد القرارات في كل شيء. بتعمل نموذج كده من أولادها. النموذج ده بتحطه في قالب، عايزة تحطه في قالب. ممكن يكون القالب ده ضيق عليه جدا فيخنقه، أو ممكن يكون القالب ده واسع عليه قوي فيتوه ويضيع فيه. والحقيقة هي الأم اللي بتعمل كده بتسعى لبناء شخصية بترضيها هي شخصيا، لا ترضي ابنها ولا طموحاته أو بنتها أو اللي بيحبوه. شخصية تكون تابعة ليها وتكون ضعيفة، وبالتالي وفي الأخير الشخصية دي بتتمرد عليها في الآخر. الأخصائيين النفسيين اتكلموا عن شخصية الأم المتسلطة والمتدخلة والمتحكمة في كل تفاصيل أبنائها، وقالوا إن الشخص المتحكم هو إنسان مريض نفسيا، عانى من عقد نفسية سابقة سببت له مشاكل داخلية في شخصيته، وبالتالي انعكست على تصرفاته مع الآخرين من خلال التدخل في حياتهم ومحاولة السيطرة عليهم لتغذية بعض النقص الحاصل عنده. لكن بيرى البعض الآخر من الأخصائيين النفسيين إن التسلط ده بيكون ناتج عن سوء في التربية أو الدلال الزائد وتنفيذ كل ما يطلبه الطفل من طلبات، والأمر ده سبب في تحول شخصيته إلى شخص متسلط. اليوم بإذن الله هنتكلم عن الأم المتسلطة والمتحكمة في حياة أبنائها وإزاي يتم علاج الأمر ده وأسبابه، وإزاي أولادها يتعاملوا معاها، مع ضيفتنا الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله. صباح الخير عليك جميعا والجميع يعني في قناة أهلا سلام ومرحبا الفضائية. بحضرتك. أهلا ومرحبا وسهلا. بحضرتك، صباح الخيرات عليكي وعلى كل المتابعين، أو مساء الخيرات في أي مكان بيشوفونا فيه. خلينا بداية نتكلم عن الأم المتسلطة، تعرفها، وصفها. مين هي الأم المتسلطة؟ طيب، الأم المتسلطة احنا هذا مصطلح شوية يعني موحش للأمهات، لكن حقيقة هي موجود. يعني فالأم المتسلطة هي الأم اللي دائما تسعى أنها تسيطر على يعني على تصرفات أولادها، بحيث أنها توجههم بشكل صارم، وبحيث أنها تفرض عليهم نظام معين. خلينا ممكن نقول على الأم المتسلطة كمان الأم المتحكمة، ممكن يكون هذا كمان اسم ثاني. انه هي دائما بتحاول تفرض شيء معين، خلاص تبغاه بنظام معين، بطريقه معينه، باسلوب معين، ضمن نظام معين، ضمن قوانين معينه، يعني تحد من حركه الابناء وحريتهم وانطلاقهم ونضجهم. هي اللي تحدد كل شيء، المسار نفسه والنتيجه وكيف تتم الاشياء كلها. فالاولاد ابنائها يعني ما عندهم اي سلطه على الموضوع ده، ولا قدره على انهم يختاروا حتى او يقرروا في اي شيء، فهي اللي تقرر دائما وابدا في هذا الجانب. فهذا النوع من الامهات مع الاسف الشديد موجود بشكل كبير جدا، وهو له تاثير ايجابي وسلبي. ويمكن يكون الخوف هو اللي بيوجد الام المتسلطه، الخوف الشديد جدا على الابناء من انهم يصيبهم اذى، يصيبهم شيء من الضرر، ممكن لانهم صغار، ممكن لانه هي عاشت تجربه صعبه جدا، يمكن هي اساسا تم ممارسه التسلط عليها. بعض الاحيان هم يمارسوا هذا التسلط بشكل ثاني على ابنائهم، يعني فهو طيب عمليه كده تبادليه او هتخلينا سلسله. نتكلم عن الأسباب. ما هي الأسباب والدوافع اللي بتجعل الأم متسلطة ومتحكمة زيادة عن اللزوم في حياة وقرارات أولادها؟ طبعا أسباب كثيرة جدا. ممكن يكون واحد من هذه الأسباب هو النشأة في مع أم متسلطة أو في عائلة متسلطة، فما تعرف البنت وهي تنشأ في هذه العائلة غير هذا السلوك وهذا التصرف فقط في مسألة التربية، فتمارس بشكل تلقائي جدا. يعني ممكن يكون كمان الخوف الشديد، ممكن
عاشت في عائلة أو تربت مع يعني هنلاحظ أن الأمهات هم نتيجة أمهات سابقات، يعني بتمارس مم. البنت اللي بتمارس مم. أمها عليها، هذا اه. بشكل طبيعي يعني أكثر شيء. مم. فبعض الأحيان هو بتكون دائما ممكن ما البنت يقال ان هذه، البنت أول حد بتتأثر بيه بيكون في شخصيتها هي أمها. نعم، لأنه بحكم التواجد الطويل مع الأم هذه وكونها امرأة أو أنثى في أنثى، فبيتشربوا السلوك بشكل تلقائي وسهل جدا يعني. فممكن تعرضت هذه البنت كمان للإهمال الشديد جدا، يعني ما حصلت على الرعاية والحب، فهي مم. تقدم هذه الرعاية والحب الذي فقدته لأبنائها، لكن بتحكم شديد جدا. طبعا في مم. العمق هي ترجو أنه تحصل بالمقابل في التسلط هذا على أولادها، أنها تحصل على الشكر والتقدير والحب المقابل يعني. فهي مم. تسيء طبعا استخدام الأسلوب هذا للحصول على الحب، فهو أحد أشكال التعبير عن الاحتياج النفسي للأمهات. يمكن يكون الدلال الزايد كمان يخلي مم. الإنسان يبغى يكون بالظبط. متسلط، يعني ليش؟ بالظبط. لأنه الإنسان، إحنا دائما نقول إيش، الدلع الزايد زي الحرمان الزايد. فالدلال مم. الزايد الإنسان مستجاب دائما، كل طلباته يحوله إلى إنسان يعني متسلط على الآخرين. فمن باب أولى الأم هذه لما تصير في مرحلة أنه عندها أولادها، ما تبغى أولادها يقولوا لها أي شيء، تبغى هي مم. تتحكم في أي شيء، فتطلق الأوامر فقط في هذه الجوانب. فالنشأة لها أسباب في هذا الشيء، في هذا الدور. مم. وقلنا كمان احنا الخوف الزائد على الأبناء، الواقع اه. الجديد هذا مخيف جدا للأمهات. فهم مم. دائما عندهم الشعور أنه هم لازم يحموا أبنائهم، وهذا دور الأمهات يعني حماية الأبناء. لكن الأسلوب الذي يتبعونه بعض الأمهات في حماية الأبناء هو في تسلط أكثر من أنه حماية، لأنه عرقلة السير والنضج والتطور في الخبرات والمهارات بالنسبة للأبناء. فهذه مم. أبرز الأسباب اللي تكون توجد الأم المتسلطة اليوم. تمام. طيب علشان نحكم ان الام دي متسلطة، يعني ممكن امهات كتير تقول انا فعلا بخاف على ولادي جدا، وببقى يعني محكمة رأيي، لا مش هتنزلوا، لا مش هتروحوا الخروجة دي. بعض الأمهات تقول مش أي أم يتوفر فيها صفة من الصفات دي تكون أم متسلطة. احنا عايزين أبرز المظاهر، أبرز التصرفات اللي لو عملتها الأم نقدر نقول عنها إنها أم متسلطة ومتحكمة فعلا في أولادها. طيب، احنا لازم ناخذ في عين الاعتبار المرحله العمريه للابناء. مثلا الابناء الصغار مثلا لما يبدأوا يعني تقريبا من 5 سنوات الطفل أو من 4 سنوات بيحاول يجرب أشياء كثيرة جدا في الحياة. مم. مم. مثلا أبسط شيء مثلا بيختار اللبس تبعه، مثلا أنا حلبس هذا، فالأم هنا تقول لا ما حتلبس هذا الشيء، أنت حتلبس هذا. طيب تفرض عليه، فالطفل ما بينتبه للموضوع ده، لكن الأم ليش عندها أسباب. طب ليش ما تخليه يلبس اللي يبغاه؟ لا، مم. لأنه هذا للصيف وهذا للخروج وهذا مم. للدخول وهذا مم. للنادي وهذا لكذا. هذا أبسط شيء. أو إيش حتاكل كمان، فما في للطفل خيارات مثلا انه تاكل كذا ولا كذا، لا انت حتاكل اللي محطوط قدامك وبس، انتهى الكلام. انت حتنام في الساعه الفلانيه. طبعا هو في ظاهره يبدو انه هو عمليه تنظيم، لكن هو يبدا كذا. نيجي أيوة دي للمرحله الاكبر البداية. شويه. مم. ايوه، دي البدايه، هي انه انا بهتم فيه. طب هو انا بحدد له ايش يلبس. طب ايش المشكله؟ حتى الالعاب مثلا، اختيار الالعاب، الطفل مثلا بيحب يختار انواع معينه مثلا من الالعاب، مم. لا انا مم. ابغى اختار له العاب تنمي ذكائه. طب ايش المشكله لو لعب مثلا بالسيارات ولا اي شيء مثلا، العاب او يعني تناسب الولد او البنت؟ لا، تختار الالعاب، تختار العاب مثلا تعليميه لتنميه الذكاء، لمش عارف ايش. يبدو الظاهر انه هو لطيف، مم. طيب، وانه هو امن، انه ما في مشكله. هنا المشكله مو هنا. المشكله انه لما يكبر الطفل شويه نبدا نختار اصحابه. طيب مع اه. مين تروح، مع مين ما تروح، مع مين اه. تتكلم، ايش تقول وايش ما تقول. تصاحب ده طيب كل وما هذا تكلمش وما بننقي. تصاحبش ده. ايوه، وقول كذا ولا تقول كذا. طيب امم. بنحدد حتى العبارات اللي احنا نقولها، لو سألك فلان كذا تقول له كذا، إذا عمل لك فلان مش عارف إيش. طب متى أنا حنمي شخصية الطفل ده؟ كمان شوية يكبر، نبدأ الولد لما خلاص يبدأ يشتري مثلا، أو البنت تختار مثلا لبسها، لا أنت مش حتلبسي كذا، أنت مش امم. حتلبس كذا، لازم تلبسوا كذا، إيش يقولوا علينا الناس، لازم تسووا كذا، لازم ايوه. تجلس ايوه. كذا، لازم كذا. اه. هي تبدأ بهذا الشكل، بعدين يبدأ اللي هو اختيار الخيارات في الحياة. يبدأ الولد ولا البنت يكون عندهم خيارات في الحياة، لكنهم لا يستطيعون أن يختاروا. ليش؟ لأنه امم. دائما الأم هذه عقبة في الطريق.
ابغى ادخل مثلا علمي ولا ادبي مثلا في الدراسه في الثانوي امم. مثلا. امم. لا انت حتدرس علمي، الناس ايش تبغاهم يقول لا انت مش حتعمل كده، انت هتتخصص جامعي، انت مش هتتزوج كده، انت بالظبط خلاص بهذا بالظبط، الشكل بنشوفها يبدا دايما يعني. في الاختيار شريك الحياة وفي اختيار التخصص الجامعي والدراسة، بيبقوا قمة في التحكم والتسلط. خلاص لأنه هو بدأ أساسا قبول، يعني ما تم إيقاف الأم في مستوى معين، تم دائما طيب ما في مشكلة عشانها هي خايفة علي، عشان هي كذا عشان كذا، طيب ماشي كبرنا، طيب كبرنا ما في قرارات. حتى في الدخول والخروج مثلا الأولاد الكبار ولا البنت مثلا، لا أنتوا حترجعوا الساعة كذا البيت، أنتوا مش حتخرج مع فلان، أنت لا تروح مع علان، أنت مش ايوه. حتشتغل كده، أنت حتطلع ايوه. كده، أنت وأنت امم. وأنت خلاص. إلين يوصل مرحلة اختيار الزوجة أو الزوج، هنا يصير رأي الأم هو المقدم. امم. فتختار مثلا زوجة ولدها أو تختار زوج البنت، مثلا زوج البنت لو جاء عريس كويس لا مش هينفع تتزوجيه لأنه هذا أقل مننا، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، امم. وهكذا ثم يتغلغل الموضوع ويكبر يعني. فهذه حتى من لما البنت المظاهر يعني. بتتجوز بتلاقيها متدخلة في حياتها الزوجية وتأثر عليها، وممكن يعني هي تسبب في انفصالها ومشاكلها كتيرة مع زوجها. قبله يعني لما البنت تبغى تنخطب اساسا، انت شوفي هي بتحدد شكل الاثاث في البيت، اللبس اللي لازم تشتريه في زواجها، الحفله امم. كيف لازم تكون، في هذه امم. التفاصيل الخاصه جدا اللي تصنع ذكريات معينه، تتدخل هي فيها، تضع فيها بصمتها. ليش؟ انا والله ما بثق بذوقها، هي ما عندها خبره، اكيد ما عندها خبره، لانه انا اليوم ما اعطيت فرصه لنمو الابناء وخبراتهم وتطور مهاراتهم في الحياه يعني. فلما تتزوج تعطيها النصائح طبعا، لو قال لك، لو فعل لك وكلميني قولي لي، كل يوم تلاقيها 3 4 مرات ممكن تتصل على بنتها، فين رحتوا، بالظبط فين جيتوا، ايش اكلتوا، بالظبط. ايش شربتوا، ايش سويتوا، ايش ما امم. سويتوا. حتى لو بنتها بس بالغلط قالت لها قال لي كذا، كيف سمحتي له تقولي يقول لك كذا، لازم اه تقولي له، وهكذا بالظبط. يعني. شفت او كيف رحنا مشكلة. المكان الفلاني او خرجنا الخروجه الفلانيه، ازاي ما تقوليش، ازاي ما ايوه تعرفنيش. ايوه، هو هذا. طيب ليش انا بقلق عليكي طبعا تحت مسمى ايش؟ انا امم. يعني بخاف عليكي وبشتاق لك، ودائما بحن لايامك معايا في البيت، ودائما تحت مسميات عاطفيه اللي هو ابتزاز عاطفي اكثر يعني. امم. ونفس تمام. الشيء للولد، يعني لما يتزوج بنفس الشيء تتدخل في حياته. طب ليش ما سكن جنبنا؟ لا ليش؟ طب انت خلي اعطيتها فرصه هي تختار اساس البيت مثلا، وانا امك اللي طبعا. تعبت عليك امم. وسرت عليك، كيف الكلام ده؟ ومش عارفة. دائما الضغط النفسي والابتزاز العاطفي يتم ممارسته لإحكام السيطرة على الأبناء، فهي امم. تبدأ على حسب المراحل يعني. فإذا تم إيقاف الشيء من البداية يستطيع الإنسان يتعامل مع الموضوع، لكنه امم. لما يوصل مرحلة متطورة جدا يكون برضو العلاج حيكون جدا صعب. طيب، احنا شفنا الأسباب وشفنا المظاهر، عايزين نعرف مدى التأثير على الأبناء من الأم المتسلطة، فضلت متسلطة ومتحكمة فيهم من وهم صغيرين مرورا بمرحلة المراهقة للجامعة لاختيار شريك الحياة، وزي ما حضرتك تفضلتي في المظاهر، ايه التأثير اللي هيحصل سواء للأولاد أو للبنات؟ طبعا احنا اليوم لازم نعرف انه الموضوع ده له جانب ايجابي الى حد ما. طيب جانب ايجابي الى حد مم. ما، ونأكد منذ على في إلى حد الصغر ما، لأن أعتقد الى حد إيجابياته مش ما. كتير. اه. لا اكثر يعني من انه امم. ايجابياته، لكن ممكن وهم صغار نقول احنا ما في مشكله. ليش؟ لانه الام بطبيعه الحال هي دائما عندها الاحساس انه هي لازم تحمي اولادها، فهي في بعض الاحيان الطريقه الذي تسلكه من اجل ممارسه هذه الحمايه. امم. طيب لكن لما يكبروا خلاص بيصير هنا السلبي فيه اكثر من الايجابي اه. حرفيا يعني. ليش؟ لانه بيعيق نمو الابناء وتطورهم وتطور مهاراتهم واكتساب الخبرات، فهي ضعف بتصير عقبه. شخصيتهم واعتمادهم عليها، عدم طبعا قدرتهم على طبعا أخذ أي قرار. طبعا دائما عندهم حاله خوف، يشعروا بعدم الامان اذا اتخذوا اي قرار بدون الرجوع الى امهم. امم. عارفه ليش؟ لانه بيخافوا من القرار انه يكون النتيجه خطا، وبيخافوا من اللوم والعتاب منها، انه انا بالظبط. قلت لكم انتوا اللي ما قلتوا لي. فشفتي كيف بيقعوا بين فكي كماشه زي ما نقول للابناء. فهنا امم. طبعا اثاره السلبيه اكبر، وبيمتد بعد كده في علاقتهم مع الاخرين. تلاقيهم ما بيتطوروا مع علاقتهم مع الاخرين، دائما خايفين، عندهم فقدان الثقه بالنفس، ما عندهم تقدير ذات عالي جدا، ما عندهم القدره على التواصل وبناء المهارات الاجتماعيه، بيتراجعوا تماما يعني، وبيدخلوا في حالة من حالات الاكتئاب في بعض الأحيان. يعني امم. المراحل المتطورة الإنسان بيدخل في اكتئاب لأنه ما عنده حياة اجتماعية،
وما أيوه. بيعرف لو خرج برا إيش يصير، ودائما عنده حالة خوف، ودائما يخاف من أي شيء، وعنده تعلق شديد جدا بأمه اللي هو التعلق المرضي، لدرجة أنه ممكن لو مرضت ولا ماتت خلاص ينهار تماما انتهى. وتنهار حياته وانتهى. ينتهي بالضبط. فهذه أيوة، فآثاره السلبية أكثر من الإيجابية. إمم. ذلك من المشاكل الكبيرة جدا اللي أصبحت من الأشياء اللي الناس تنظر لها أنه عادي ما فيها شيء، لا هو فيها شيء، اللي بعدين فيها شيء أكيد، يعني الجميع متضرر، من ضمنهم حتى الأم هي متضررة، لأن الأم بالمبالغة هذه هي دائما تكون في حالة قلق وتوتر. تخيل المرأة لما تعيش في حالة قلق وتوتر إيش معناها؟ معناها يؤثر على حياتها مع الجميع وعلاقاتها إمم. الاجتماعية مع علاقتها مع زوجها وهكذا يعني. تمام جدًا. طيب الأم المتسلطة كيف يتعامل الأبناء معها بدون ما يعني يكون يصدر منهم أي تصرُّف ما يكونش كويس، يكون في يعني تجاوز على أمهم من كثرة الضغط عليهم؟ خلّينا نتكلم بشكل تربوي صحيح، إزاي يتعاملوا مع أمهم المتسلطة بحيث إنهم يوقّفوا تسلطها وفي نفس الوقت باحترام وتقدير وبِر ليها؟ طيب أول شيء الحمد لله رب العالمين نحن مسلمين، وقيمة البر في الإسلام عالية جدا. يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ إمم. فقال له أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم إمم. من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فهنا طبعا هذا القيم والمفاهيم الإسلامية مهمة جدا نحن لتعديل السلوكيات. اليوم أنا ما أقدر أغير سلوك يعني أمي مثلا إذا كانت من هذا النوع من الأمهات، ما أقدر إمم. أغيره، لكن أقدر أضبط أنا سلوكياتي بما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وبما يحفظ علاقتي معها. طيب، فإذا أول شيء أنا لازم أعرف الحدود تبعي والحقوق تبعها. لما أعرف أنا حدود طاعتي لأمي إلى فين، وبعد كذا ماني ملزوم بهذه الطاعة، وأعرف حقوقها علي، إذا أبدأ أتعامل من باب الحدود والحقوق. طيب، لازم أفهم هذا الشيء عشان أكون شخص واعي وأقدر أحل الموضوع، لأنه هذا الحل ما حيساعدني أنا بس، بالعكس حيساعد إنه والدتي نفسها يتعدل سلوكها. يعني إحنا سبحان الله دائما نقول إحنا أبنائنا بيربونا، أيوه. وأبنائنا بيعيدوا تشكيل وتربيتنا لما يكونوا واعيين جدا كمان يعني. فتخيلي ان عمليه تربيه عمليه تبادليه، يعني انا اليوم بربي ولدي، بس ولدي شويه مش صعب يا أستاذة خديجة إن هم يقدروا يعني يغيّروا أو يعني يغيّروا وجهة النظر على الأقل لأمهم، خصوصًا لو هم عاشوا زمن طويل معاها على هذا النهج، مش في صعوبة؟ الصعوبه موجوده، لكن ليش احنا نبغى نغير؟ احنا ما نبغى نغير الام، احنا ما بنعمل اساسا تغيير الام. الله سبحانه وتعالى قال ايش؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما حتى يغيّروا بانفسهم. ما بأنفسهم، اليوم بالضبط. اذا انا بغير الواقع تبعي والظروف هذه في تسلط الام، اول شيء لازم انا افهم حدود والحقوق في الإسلام في هذا الجانب، في مسألة والدتي مثلا. طيب، الأم لازم أعرف هل هو طاعة مطلقة ولا هو محدود ومقيد. إذا اليوم لما يكون أنا عندي وعي ومعرفة بالحدود والحقوق حيكون سهل علي أن أنا أغير واقع. مش بالضرورة اليوم أغير واقع والدتي ولا أفكارها ولا طريقة تفكيرها، لأنه هذه نتيجة، لكن أنا لازم أعرف مثلا أنه أنا ملزوم بطاعتها والإحسان إليها فيما يخصها هي، فيما يلامس حياتها هي، لكن فيما يلامسني أنا في حياتي أنا، في قراراتي أنا، في شخصي أنا مو ملزوم أني أنا أطيعها في هذا الجانب، حتى يخفف علي العبء الشعور بالذنب. لأن لما أعرف هذا الشيء حيخفف علي شعور الذنب والظلم لأمي، أو حتى الكلام اللي راح أسمعه منها راح أتعامل معاه بصبر. لازم أتفهم إنه هي كده، وبالتالي حصبر، وبالتالي أنا ما راح أتأثر وأقع تحت الضغط النفسي أو الابتزاز العاطفي من هذا الكلام. هذا الشيء مهم جدا. الشيء الثاني إني أنا أعبر عن احتياجاتي بصراحة مع والدتي، مع هذه الأم. كيف يعني؟ أنا مثلا إذا شفت إنه هي بتتدخل مثلا في أشياء كبيرة جدا ما لها دخل فيها، لازم أعبر عن هذا الرفض بطريقة لطيفة. زي إيش؟ إحنا دائما نقول لا نتكلم ونقول أنت بتتدخلي في حياتي وأنت 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 وأنت، لأنه هذا يجلب العداء والكراهية والنفور من الطرفين. إنما أقول أنا أشعر بالتدخل هذا أنه يأثر على نفسيتي أو على حياتي، فأنا يزعجني هذا الموضوع واحتاج انه نحفظ الحدود مثلا، او انه
ما في تدخل في لا تتدخلوا في حياتي مثلا. استخدام ضمير المتكلم انا افضل بكثير من استخدام ضمير المخاطب انت، لانه انت دائما فيها تهمه. عرفتي كيف؟ باوجه ليك فهنا دائما اتهام، وما ينفعش، انا امك اصلا ما ينفعش تتهمني. ايوه، فبالتالي انا اتكلم عن نفسي، اقول مثلا أنا احساسي، تدخلك هذا يا ماما مثلا ياثر علي، على شعوري، على علاقتي، على كذا على كذا، وانا امم. ابغى كذا وكذا وكذا. اذا احدد شعوري واحدد انا ماذا اريد في تمام. الكلام. هنا امم. مهم جدا يعني في هذا الجانب، فالتعبير بصراحه مهم جدا. بعدين مهم جدا انه احنا نظهر الاحترام والتقدير. امم. كونها أم متسلطة مو معناها إنه نسيء الأدب والتعامل معها، لأ بالظبط. أبدًا، أبدًا. بالظبط. الاحترام مطلوب في كل الأوضاع. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إيش قال؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئًا فلا تطعهما. شوفي مسألة الكفر هذه يقول لا تطعهما. طيب، امم. وصاحبهما في الدنيا الدنيا معروفة. إذا معروفة. الصحبة امم. بالمعروف، والمعروف هذا إيش معناها؟ إنه أنا احترام، حتى لو ما أحب امم. الأم هذه ما في مشكلة، لكن أنت ملزوم اليوم تتعامل بالاحترام وبالبر اه. وبالمعروف. هذا تمام. مهم تمام. جدا. امم. طيب كمان مهم ان انا في وجود هذا النوع من الامهات اني انا ابحث عن الدعم من الخارج. يعني مثلا الاب ممكن يشارك في دعم الابناء وال امم. يعني في هذا الجانب يكون هو امم. الوسيط الذي يلطف الاجواء. يعني لما يصير في اه. صراعات ممكن يكون اهل الام بحيث ان هم اختها اقرب اللي هي لها. خالتي مثلا، انا ايوه، او صديقة لامي هي بتحبها. أيوه، تقبل منها، ما دخّل امم. أحد من جهة الأب. ليش؟ لأنه دايمًا في إنه أنتم إيش عرّفكم لا تتدخّلوا طبعا حترُد كل عليهم بيبقى فيه بطريقة. تحفظ اساسا من لا شيء. هو هذا، شُفتِ كيف؟ بعدين امم. أهم شيء كمان للأبناء إنهم يفهموا ويتفهّموا. الاستماع والتفهُّم لوضع والدتهم مهم جدًا، لأن اليوم الأمهات مساكين امم. لم يحصلوا على الرعاية والحب والاهتمام في الصغر، أو حصلوا عليه بطريقة خاطئة، فالناتج هو الأم المسيطرة. اليوم الأم المسيطرة تحتاج أحد يسمعها بغض النظر عن التجاوب. إذا جلست تتكلم الاستماع لها مفيد جدا. ليش؟ حتشعر أنه قدام هذا طالما أنه يستمع لها معناه أنه فاهمها، معناها أنه مهتم تمام. لأمرها. امم. فده امم. حيخليها تخفف الوطأة. ربما لن يتغير شيء لكن راح امم. تخفف وطأة التسلط هذه، وتخفف الحدة في هذا الموضوع. وهذا احنا نلاحظه كيف؟ نلاحظه. شوفي بعض الأبناء يعرف أنه أمه كذا، فدائما ايش يسوي؟ يتحبب اليها ويعرف يتودد يدخل لها ليها. مداخل ويتودد امم. لها ويجيها امم. يمين ويجيها يسار، فيخفف من حده التسلط هذه، بعكس اللي يدخل معاها في صدام في وصراع صدام. مباشر يعني. ممتاز جدا. فهذه طيب من احنا الحلول احنا كده شفنا المجتمعات. الحلول او طرق التعامل من قبل الابناء مع الام المتسلطة. اخيرا، نصيحة او كلمة توجهيها لكل ام متحكمة او متسلطة في ابنائها، توجهي لها نصيحة بايه؟ الامهات دائما احنا نقول التسلط والتحكم في الابناء معناها كانك انت اليوم تقصقصي اجنحتهم، امم. وإذا قصقصت أجنحتهم لن يستطيعوا الطيران، فلن يستطيعوا لا حماية نفسهم ولا حمايتك ولا الانطلاق في هذه الحياة الدنيا. فالتخفيف الوطأة التحكم والسيطرة عليهم هو أفضل شيء حتى يظلوا دائما بجوارك. اليوم الأم المتسلطة هي في خطر، لأن الأبناء بمجرد حصولهم على فرصة مغادرة البيت حيغادروا امم. بدون رجعة. فاليوم امم. إذا تبغوا تمسكي حبل أولادك معاكي، خففي من هذا التسلط والتحكم حتى يبقوا بجوارك. تمام. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهون، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش، على وجودك معانا. شرفتينا وأفدتينا. ولكل الأمهات اللي فيهم صفة التسلط والتحكم، الحقيقة إحنا أمة وسط. كل شيء إذا زاد عن حده دائما ما ينقلب إلى ضده. ما بنقولكيش ما تخافيش على أولادك ولا تراعيهم ولا الأمور دي كلها، ولكن كل شيء بالتوازن بيكون النتيجة بتاعته جيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبنائنا من الأبناء الصالحين البرين، وكل الأمهات يكونوا أمهات على قدر من الحكمة والتوازن في التعامل مع أولادهم. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.